اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو اللي فات عملنا البيتفور بمقادير ناجحه ومظبوطه وعملناه بالقمع، هسيب لكم رابط في صندوق الوصف. النهارده هنعمل البسكوت، برضو هنعمله بكيس الحلواني او بالقمع بطريقه ناجحه ومضمونه، وهنقول المقادير بتاعتنا بالكوبايه وهنقولها كمان بالجرام. خليكم مع الفيديو، بس ما تنسوش تشجعوني باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه معايا كوبايتين 2.5 من الدقيق. لازم الدقيق بتاعنا يكون متعدد الاستخدام عشان خاطر تضمن نجاح الوصفه بتاعتنا. اول لما بتيجي تعاير الكوبايات من الدقيق كده، بتمسكي الكوبايه بتخبطيها على ايدك كده بحيث تكون الكوبايه مقدارها مظبوط، ولازم تكون من على الوش كده يعني متساويه، ما تكونش هرم. يبقى كوبايتين 2.5 من الدقيق بيساوي 480 جرام. معايا ربع كوبايه من الزيت بتساوي برضو 70 جرام. معايا كوبايه الا ربع من السكر البودر 150 جرام. معايا كوبايه الا ربع من الزبده برضو بتساوي 150 جرام. معايا ربع كوبايه ميه او لبن بيساوي برضو 50 جرام. 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، لازم ما يكون يعني لو طلعها من التلاجة سيبيه لحد ما يهدى. معايا معلقه كبيره من التانك برتقان. معايا ذره ملح صغيره، ومعايا كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر او معلقه ممسوحه. معايا كمان معلقه صغيره من الفانيليا السايله. كده تمام المقادير بتاعتنا. يلا بينا ندخل على الطريقه. اول حاجه هنجيب العجان بتاعنا وهنزل بالسمنه بتاعتنا او الزبده. طبعا السمنه او الزبده لازم تكون معانا مسقعينها في التلاجة. هننزل بكده بالسمنه. لو ما عندكيش طبعا العجان هتجيبي بوله فاضيه وهتنزلي بالسمنه وهتنزلي عليها بالسكر البودر. كده نزلنا بالسمنه، هنزل بقى بالسكر البودر وهنشغل بقى العجان عليهم لحد ما يبقى خليط كريمي معانا خالص. طبعا مش اقل من 5-6 دقايق ضرب في العجان لحد ما يبقى خليط كريمي خالص، وكل شويه طبعا بنقلب الجوانب بتاعته. ولو عندك بقى المضرب الكهرباء برضو مش اقل من 10 دقايق ضرب، تضرب السكر مع الزبده لحد ما يبقى قوام كريمي معاكي خالص. طبعا ده اهم مرحله. كل شويه طبعا بقلبه لحد ما يبقى قوام كريمي معانا خلاص. هنزل بقى بربع كوبايه من الزيت. كده تمام. برضو هضربه لمده 3-4 دقايق كده. بعد خلاص ما ضربته لمده 3-4 دقايق هنزل بقى بالبيض بتاعنا واحده واحده. كل ما البيضه تختفي بنزل بالتانية على طول. كده تمام. بعد ما نزلنا بالبيض كله هنزل بمعلقه صغيره من الفانيليا السايله او الفانيليا الباودر. هضرب بقى لمده دقيقتين وبعد كده هطفي العجان بتاعنا خلاص، وهنجيب بقى الميه بتاعتنا وندوب فيها اللي هي معلقه كبيره من التانك وهقلبها واركنها على جنب. بعد كده هنجيب بوله فاضيه وهنزل بالدقيق بتاعنا اللي هما كوبايتين 2.5، وهنزل كمان بذره الملح، وهنزل كمان بمعلقه ممسوحه من البيكنج باودر او نص معلقه، وهقلبها كده. كده تمام بقى الدقيق بتاعنا جاهز. هنزل بمعلقه التانك بتاعتنا اللي دوبناها في ربع كوبايه من الميه او بتدوبيها في ربع كوبايه من اللبن، نزلنا بيها. بعد كده والعجان شغال كده هننزل بالدقيق بتاعنا واحده واحده، معلقه معلقه كده لحد ما تختفي، بتنزلي بالتانية على طول. برضو لو شغاله بالمضرب الكهرباء بتنزلي برضو بشويه بشويه. كده نزلنا بالدقيق بتاعنا كله خلاص، نزلنا بواحده واحده كده معلقه معلقه. برضو بقلب بالخليط وهديله بس تقليبه بسيطه وما تلفيش كتير عشان العجينه مش عايزينها تدينا عرق معانا. كده خلاص بعد ما العجينه خلاص شربت الدقيق كله خلاص هنطفي بقى العجان، وكده العجينه بتاعتنا بقت جاهزه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه قوامها ممتاز. المقادير دي والله مظبوطه 100%، هيطلع معاكي احلى بسكوت وهيبقى خفيف معاكي وحلو قوي. هنجيب بقى القمع اللي انتوا شايفينه ده بيبقى مشرشر من يمه، واليمه التانية بيبقى ساده خالص. هنجيب بقى كيس الحلواني، كل ده طبعا بيبقى عنده مستلزمات الحلواني. القمع ده بحوالي 15 جنيه والكيس حوالي ب40 جنيه، وفي منه بلاستيك يعني ممكن ال10 ب10 جنيه. بعد كده بنحط جزء كده من العجينه في الكيس وبنطلع الهواء الزايد ونبدأ بقى نشتغل في الصينية. ما شاء الله العجينة بتاعتنا سلسة جدا. طبعا عجينة الكيس بتختلف جدا عن عجينة المكنة. عجينة المكنة بتبقى يعني ماسكة نفسها شوية، اما الكيس بتبقى عجينة طرية. خلاص بقى بنسوي الحروف بالسكينة كده، ونكون بقى محضرين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 170. بنسخنه الاول قبل ما نحط الصينية بتاعتنا،
وبعد كده هنحط الصينيه بتاعتنا على الرف الوسطاني. لو فرن كهرباء بحطها في الرف الوسطاني، بولع من فوق ومن تحت، وكل شويه بقى بقلب الصينيه عشان تدينا اللون الذهبي الجميل. الكميه اللي انا عملتها ديت ما شاء الله يعني حوالي ما يكملش نص كيلو، يعني نص كيلو ولا حاجه بسيطه خالص. عمل معايا 4 صيجان، يعني ما شاء الله كميه موفره جدا. عايزه اقول لكم والله الطريقه دي ناجحه 100%. جربوها وان شاء الله يطلع معاكم احلى بسكوت. واستنوني في سلسله حلويات العيد. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه. كده خلاص خلصنا البسكوت وسويناه بقى بالشكل الجميل ده بقى مقرمش. حطيه بقى في علبه محكمه الغلق، وبعد كده غطيه. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه. اشكركم على